هاني الأردن يغني الساحة التقنية الفنية بفيديوهات نادرة. إلكترونية بمواد نادرة. أهلا بكم من جديد ونتابع حلقتنا من عالم التكنولوجيا التي تخصص بها كثيرون وأصبحوا علامة مميزة في عالمه الكبير. منهم هاني الأردن الذي يمتلك أكبر مكتبة موسيقية مصورة ومؤرشفة على شبكة الإنترنت. دعونا نتابع هذا التقرير. صرت ونجمت تسيرا بسم الله وباسم الشعب. أنا هاني الأردن. نستطيع القول أنه لا يمكن لأحد أدار محرك بحث اليوتيوب من قبل باحثا عن أغنية أو مقطع فني إلا ويعرف من يكون هاني الأردن. اسمي هاني الصافي، صاحب أكبر قناة على اليوتيوب. هاي القناة إلها مكانتها وإلها شهرتها في العالم العربي. ويعمل هاني الأردن على نسخ المواد التي نشرتها قنوات تلفزيونية في السابق. هي عبارة عن أرشيف ثمين يملكه هاني ويقوم بمشاركته العالم به عن طريق تحميله ونشره عبر موقع اليوتيوب. الأرشيف أنا مجمعه بالصدفة من الثمانينات، من مطلع الثمانينات، واحتفظت فيه. ما كنت أعرف أنه رح يجي اليوتيوب بيوم من الأيام وتفرغ هذه الأشياء وتظهر للناس. كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك، وانت اللي زيك مين؟ أمتعنا من قبل مكتبته الفنية الثرية والممتعة والتي عرفت قناته بنوادرها الفنية. وحين أوشك هاني أن يصبح أغنى مكتبة فنية عربية على الإنترنت، أعاده القائمون على إدارة موقع اليوتيوب إلى الصفر لأسباب ما زالت مبهمة. لما أصبحت في 32 تماما أوقفت قناتي، أغلقت، يعني سسبندد، يعني علقوها، إنه بلا رسالة، بلا مبرر، بلا أي تحذير، بلا أي شيء. فهون صار يعني هاي كانت صدمة إلي. الداتا كلها مش منسوخة، يعني ما عندي، مش ناسخ، مفرغ من أشرطة من الفيديو VHS، مفرغ لليوتيوب مباشرة. فإذا بدي أفتح قناة جديدة علي من البداية من الصفر. الأرشيف الذي تم إلغاؤه من الموقع ثمين جدا، مرتبط بفترة عشناها جميعا خلال أواخر الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، إلا أنه قام بافتتاح قناة جديدة على الموقع وبدأ بتحميل الفيديوهات عليها مرة أخرى، فهو لم ييأس وعاد كما لو أنه لم يبدأ أصلاً. يعني هاني الأردن عنده كنوز يعني لا تقدر بثمن، وإذا كان هاني الأردن حصر نطاق اهتمام بالمواضيع الفنية فإنه للمواضيع